شايفين حضرات دي اطلاله رائعه لممشى النخيل من فندق بريفات. تعالوا نشوف منطقه ممشى النخيل فيها ايه. نقدر نقول بقلب جامد دي منطقه ركوب العجل والسكوتر والدراجات الكهربيه وكل حاجه ممكن تتركب. قعدات على النيل مباشره، الناس بتقعد بكثافه من بعد المغرب على اللسان، وهنا في ممشى النخيل الاجواء بتكون رائعه زي ما حضراتكم شايفين. في جو من المرح والبهجة مع الأطفال على بوابة الملاهي. دي بعض من الأجواء. ودي الملاهي من جوه. في ممشى النخيل كتات اليخوت دي، واحيانا بس لسه ما بدأش بيعملوا جنبها مسرح لحفلات الصيف في راس البر، حفلات مجانية. يبقى في ممشى النخيل قعدة وتمشية وركوب عجل وسكوتر وملاهي وحفلات. من هنا من عند مركب خلود النيل يبتدي شارع النيل، الممشى السياحي في راس البر، محلات بتبيع كل حاجة ومطاعم وكافيهات. تعالوا نشوف موجز سريع لممشى شارع النيل وبعدين ندخل على التفاصيل. هندخل المطاعم والكافيهات الموجودة هنا وهنشوف الأجواء بالليل. كافيهات ومطاعم شارع النيل موجودة بين الممشى السياحي لشارع النيل وكورنيش النيل، وبالتالي بيكون ليها مدخل وإطلالة على الممشى السياحي وإطلالة مباشرة على النيل ومراكب صيادين عزبة البرج. طلات رائعة على النيل، تعالوا نشوف بعضها. هوريكم المنظر بالنهار علشان تشوفوا جمال وسحر النيل ومراكب الصيادين، وهنشوفها بالليل علشان نشوف أجواء المراكب والرحلات النيلية وأجواء راس البر بالليل اللي الكل بيحبها. راس البر مدينة لا تنام، ولأن ده ملخص لسحر وجمال النيل أنا هكتفي إن أنا أكتب لكم اسم الكافيه وهتلاقوا ريفيو كامل عنه على القناة ضمن سلسلة راس البر نيل وبحر. طبعا ممشى شارع النيل زي ما حضراتكم شايفين فترة النهار بيكون صحراء جرداء، مفيش ناس علشان الشمس، وكمان الناس بتبقى موجودة على البحر. بالليل الدنيا كلها بتبقى موجودة على اللسان، وهنا في ممشى شارع النيل وسط المحلات أو على كورنيش النيل وداخل مراكب الرحلات النيلية. الأجواء رائعة وفي البهجة والفرحة اللي بتميز راس البر. بالنسبة للمنطقة الأولى اللي عند ممشى النخيل هي الأغلى في راس البر بالنسبة للإيجارات وكمان بالنسبة لأسعار الفنادق، لأنك باختصار ساكن عند راس اللسان، وبالتالي المسافة بين النيل والبحر لا تذكر. دقيقتين 3 بتتنقل من النيل للبحر. بتبدأ من شارع 60 ب3 فيلل، وبعد كده الشوارع بعديها بتبقى 4 فيلل، خلاف الشوارع البعيدة زي 101 و109 أو حتى 33 و35 و37 بتمشي من النيل للبحر شوية حلوين.
ومعلومة دلوقتي على الماشي، لو لقيت رقم الفيلا صغير يبقى الفيلا دي قريبة من النيل، لأن كل الشوارع العشش أو الفلل بتبدأ برقم 1 من عند النيل، والرقم يزيد لغاية ما توصل للبحر. يعني المطل الأول على النيل دايما رقم 1، والمطل الأول على البحر بيتغير على حسب بعد الشارع عن راس اللسان، يعني ممكن يوصل ل 55 و60 وهكذا. فممكن يبقى في أول شارع 3 وتاني شارع 4، أول شارع اللي هو 60 وتاني شارع اللي هو 58 من ناحية اللسان يبقى 4 دولار وهكذا. أنا شرحت تقسيم شوارع وشواطئ راس البر في فيديو البحر اللي نويت عنه، مهم جدا تتفرجوا عليه، هتفهموا تقسيمة شوارع وشواطئ راس البر ومش هتلاقوا الكلام ده في حتة تانية. لو سمحت بقى لايك وشير واشتراك، ويلا بينا علشان جه وقت الرحلات النيلية. يلا بينا جولات نيلية. يلا شاكيرا اللي جاي معانا قبل ما نتحرك. ولا يلا. بالنسبة للرحلات النيلية في رحلة طويلة ورحلة قصيرة. الرحلة الطويلة بتكون لدمياط، المركب بتتحرك من نيل شارع النيل وبتعدي على منطقة الجربي لغاية ما توصل لقرب دمياط وتلف وترجع تاني. رحلة مدتها حوالي ساعتين، بتبدأ من الساعة 6. الساعة 6 يجمعوا الناس، ولو العدد اكتمل وصاحب المركب اكتفى بيه المركب بتطلع. رحلة دمياط سعرها 30 جنيه الفرد، وبيكون على المركب برنامج ترفيهي عبارة عن سكتشات وماسكات وفقرات كتير بيعملوها للأطفال، من الرحلات المبهجة للأطفال في راس البر. في رحلة تانية قصيرة بيروح لقرب اللسان وبيرجع تاني، مدتها حوالي نص ساعة، ودي بتكون سعرها 15 جنيه. لو حد عايز حاجة سياحية ونضيفة شوية يبقى مفيش غير الباخرة خلود النيل الموجودة في أول الممشى السياحي لشارع النيل. كنا اتفرجنا على المركب بالكامل قبل كده، مركب جميلة، الفيديو بتاعها موجود في القناة، والرحلة بتكون مدتها ساعتين من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. سعر الرحلة 100 جنيه للفرد. بدل ما نتكلم عن المراكب بالمرة تعالوا أكلمكم عن المعديات، خصوصا معدية دياب. معدية دياب دي موجودة عند كافيه ركن النيل. اشمعنى يعني معدية دياب؟ لأن دي المعدية اللي بتوديك لمكان مزادات السمك اللي بتتعمل في عزبة البرج، العزبة الشهيرة. هنشوف الأجواء والأماكن الحقيقية للوكيشن اللي اتصور فيه مسلسل تحت الوصاية. هنا كانت منى زكي بتبيع السمك في المزاد، لكن لازم تيجي بدري، بتيجي بعد الفجر. من هنا بتجيب أحسن وأرخص سمك. طبعا مش هتشتري من بتوع المزادات، هتاخد الكميات دي كلها تعمل بيها إيه؟ لا، هتشتري من الناس دي. الناس دي بتبيع شروات سمك، شروات على بعضها كيلو 2 كيلو على حسب ما تطلع. هتجيب سمك طازة وارخص بكتير من بتوع السمك الموجودين في السوق. تقدر بعد كده تاخد السمك وتسويه عند حد من بتوع الافران الموجود في السوق الكبير، وبعدين تاخده وتاكله على البحر بالهنا والشفا. كده شفنا ايه في شارع النيل؟ شفنا ممشى النخيل، شفنا المحلات والكافيهات في الممشى السياحي، شفنا اجواء الشارع واماكن التصوير، لكن كمان شفنا الرحلات والمراكب وعرفنا اسعارها. في النهاية زي ما حضراتكم شايفين، راس البر جزيرة ساحرة، مكان فريد على مستوى العالم لأنه مصب أطول أنهار العالم. هنا مفيش دقيقة بتضيع لأنك عندك قائمة طويلة وطويلة جدا من الأنشطة اللي ممكن تعملها على بحر راس البر أو على نيل راس البر. أنشطة لا تتوقف سواء بالليل أو بالنهار، مدينة لا تنام. نسيت أقول لكم كمان إن راس البر جنة لمحب الصيد، وبرضه هيحتار، هيصطاد شوية في النيل وهيصطاد شويتين على البحر. في النهاية تمنياتي لحضراتكم بقضاء أسعد وأجمل الأوقات. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، يا ريت تساعدونا القناة تكبر شوية علشان تتناسب مع المجهود المبذول، لأنكم دائما وأبدا تستحقون الأفضل. دمتم في رعاية الله، جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.